انتوا شايفين السكرين كده؟ يا شباب كل تمام. ظاهر خلاص ماشي. يلا نبدأ نحل التاسك. كل واحد يعني عايزة حد من الولاد يجاوب مرة وسؤال وحد من البنات يجاوب. فهنبدأ رقم 1. حد من البنات يقول السؤال ويترجمه ويجاوب. البنات. يلا عايزة حد من البنات رقم 1. طب حد عامة، حد من الولاد، أي حاجة. يا شباب انتوا سامعيني ولا لأ؟ أول سؤال KOS ما الساعة الآن عامة أو ما الساعة هتبقى اه سون سون ثانية سون لس أوبي مينوس دي سي صح؟ انت عايز تقولي طيب هي الساعة دلوقتي 8 إلا 10 طيب هي 8 يعني ايه؟ أوبي اوتشو. 8 معلش 8 فالي مينوس، قلت مينوس ايه؟ مينوس دي سي صح؟ ديث ديث مش ديسي. يس ماشي. تمام تمام. هتقول بقى يعني مش هتزود بعدها مثلا دلا نوتشي. دلوقتي بالظبط تمام ماشي. أه حد يجاوب النوميرو دوس رقم 2 بس سريعا يا شباب. يعني اللي عارف يقول، واللي مش عارف بس نص نص عادي يقول برضو، ونصحح مع بعض عادي مفيش مشكلة. رقم 2 يا شباب. طب يعني انا قدامي 14 حد، مفيش ولا حد عارف. أولا اتفضلي. número 2 مم. hoy es domingo. تمام. كي دي اس اي يعني النهارده ايه. وعايزه اقول برضو الناس اللي كانت بتسلمني التاسك وبتقول بتنطق كي غلط، هي كي بتتنطق كي، ما بنقولش كوي. مش كوي، لا كي. تمام. كي دي اس اي. ماشي تمام. نوميرو تريس رقم 3. سريعا حد يقول لي، بس اللي يقول يقرأ السؤال يا ريت عشان الاحظ لو مثلا بينطق غلط او كده. بصوا انا النهارده فاتحه لكم كلكم المايكات، يعني ما اظنش ان في حد المايك عنده مقفول، فانا عايزه اجابه. يعني اللي ما بيردوش ليه؟ ممكن ممكن أجاوب أقول؟ برضو لو مفيش حد اكيد يجاوب. اكيد ممكن تقولي. أقول أنا ولا إيه؟ ماشي اتفضلي. ما انتي ما قلتيش قبل كده صح؟ لا. ماشي قولي. رقم 3 بيقول، ثواني، كيو داي كي تينيس كلاس، كي كي داي تينيس ديا. كلاس دي اسبانيول. ديا. ماشي. كي ديا كي تينس كلاسي دي اسبانيول. يعني أنت إمتى عندك درس أسباني صح؟ اه تمام. هتقولي ايه تينجو بقى؟ كلوس، تينجو كلوس دي اسبانيول كلاسي. اللانس كلاسي مم. دي اسبانيول اللانس هوي. اللونس. هوي. لونس مش لانس. أوكي ماشي. اللونس ايه؟ وايه تاني؟ يوم ايه تاني؟
lunes hoy. معلش قولي تاني كده. Tengo clase de español اللي اللونس lunes اي lunes y lunes صح؟ انت عايزة تقولي ايه طيب؟ هقول لك عايزة أقول ثواني عشان أنا اتلخبطت. عادي مفيش مشكلة، خدي وقتك. عندي درس أسباني يوم الاثنين. الاتنين كده. بس؟ أنا قلت مثلا إجابة واحدة، فاهمة؟ ماشي، يعني انت مثلا لو عايز تقولي الاثنين والخميس، ما احنا اخدنا الاثنين معناه ايه والخميس معناه ايه، فممكن تقولي تنجو كلاسي دي اسبانيول ان اللونس اي الخويبس الخميس، الاثنين والخميس. يعني قصدي ما تقتصريش في الإجابة طول ما احنا يعني أخدنا بقيتها عادي، فاهمة؟ يعني ليه بتأثري؟ أيوه أنا عادي يعني قلت أكتب إجابة واحدة عادي يعني. مش مشكلة، أهم حاجة قلتي تمام. ماشي، برافو عليكي. خلاص ماشي. نمرو 4 اللي ما جاوبش قبل كده يجاوب. يا شباب، رقم 4. في حد رافع ايده؟ المايك كان مقفول. نمرو 4 مين هيقولها؟ يا شباب انتوا سامعيني طيب؟ سامعين. طب ما تردوش ليه؟ انا جاوبت، انت قلت حد ما جاوبش، بس لو طيب عايزة ممكن اجاوب. لا انا عايزه حد ما جاوبش، بعد كده لو ما لقيتش يبقى الناس اللي جاوبت تجاوب تاني. اوكي. انا ما جاوبتش. ماشي اتفضلي. نمرو 4 correct. سي ¿Qué es la ficha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy؟ ¿Cuál ماشي es la ficha de hoy؟ برافو. هقول مثلا hoy es 7 de septiembre. مع حتى في التاسك معرفتش أقول 2025. مش مشكلة عادي. بصي، هي ممكن تقوليها بطريقتين. ممكن تقولي 2000 اللي هي 2000 2000 بعد كده تقولي 25 2025، أو ممكن تقولي 2025 اللي هي 2025. 25. فاهمة؟ تمام. يعني ممكن تنطقيها كأنهم رقمين، وممكن تقولي الألف يعني كأنها زي ما نقول 2025 أو بنقول 2025. فاهمة؟ تمام. فممكن تختاري أي صيغة الأسهل ليكي قوليها. تمام ماشي. هقول بس مثلا انتي بنتي ثواني هقول بنتي 5 كده صح؟ 25 أو 2025. الأسهل بنتي 5. ماشي، اللي انتي أي حاجة اللي انتي عايزاه. تمام ماشي. شكرا ليكي. نمرو 5 بقى. سهل بقى السؤال ده، يعني عايزة حد يجاوب، حد من الولاد يعني. أنا مش ممكن عارفة ليه ما أقول بيقولوش. انتي قلتي قبل كده؟ لا. ماشي قولي. ¿En qué estación estamos? Estamos Verona صح؟ Verano. estamos en el verano، احنا في فصل الصيف. مش estamos Verano. verano طول. ماشي، estamos en el verano. Estamos en el verano. ماشي برافو عليكي. Okay. نمرو 6. يلا في الإنجاز عشان لسه ورانا قطعة نقراها. نمرو 6 يا شباب، رقم 6 برضو سهلة يعني. هو كلهم سهلين عامة. حد من الشباب؟ لو قلت قبل كده قلت تاني. لا طب استنى نشوف حد تاني كده. مفيش حد عايز يقول من الشباب؟ عشان بيقعدوا بس يقولوا المايكات كانت مقفولة ومش عارفة ايه، وانا دلوقتي فاتحاها كلها ومفيش حد عايز يقول. ماشي، اللي كان عايز يقول يقول، مش مشكلة. دي كي كولو اس تو كاميسيتي
صح؟ camiseta sí كاميسيتا. مم. ما هو لون التيشيرت؟ مي كاميسيتا ايسي بلانكو. برافو يعني ايه blanco qué significa معناها أبيض. أبيض. تمام برافو آم، تمام número 7 ¿a dónde vas el domingo يلا عايزة حد يجاوب رقم 7 شباب أقول المفروض ان ده تاسك ثواني المفروض ان ده تاسك اصلا محلول قبل كده يعني انتوا يعني اللي ما بيجاوبش ليه ما احنا حالين المفروض قبل كده والناس اللي بعتت لي صححناه ومش عارفه ايه فاحنا دلوقتي بنراجع بس يعني انا مش بقول اسئله جديده انتوا اول مره تشوفوها فانتوا اللي مش بيجاوب ليه أقول جاوبتي قبل كده لا. ماشي اتفضلي Los domingos me quedo en casa, veo una serie, estudio y practico mis pasatiempos. بالي بس اسمها ميكيدو مش ميكويدو Okay. ميكيدو يعني بقعد في البيت تمام ها نوميرو 8 سهل ده بقى ده سهل قوي حد هيقول نوميرو 8 ممكن اقول قلتي قبل كده ممكن. لا انا لسه داخله دلوقتي اصلا. ماشي ممكن تقولي اكيد el fin de semana yo voy al parque. يو بوي مش فوي ما انا قلت اوكي ماشي. قلتي فوي ماشي اوكي. تمام يعني كل مرة نقول نفس المعلومة ان حرف ال V الساوند ده مش موجود اصلا ممكن تسمع حد قاله فهيبقى في لهجة تانية مش اسباني اسبانيا فهو الصح او الرسمي اللي احنا بندرسه يعني بيبقى بيتنطق ب لان هو اسمه او ب فالفي ده اصلا الفي ده مش موجود خالص ولا الزد ولا الجي تمام ماشي شكرا ليك الناس العادية يعني مثلا زي أمريكا في حاجات بتتنطق بطريقة تانية هم برضو عندهم ال V بيتنطق بي اللي هو الناس العامية عادي مش اللغة الرسمية. الناس العامية هم كلهم بينطقوا بيه بس في كده هتلاقي اصل يعني الاسباني في دول كتير بتتكلموا غير اسبانيا دول امريكا قلنا دول امريكا الجنوبية كلها ما عدا البرازيل فكل بقى بلد فيهم بيبقى ليها لهجة معينة برضو ساعات هم بيقولوا على الاس حرف الاس عادي اللي مثلا الاس عادي بيقولوها بينطقوه زد شوية بس ده مش الرسمي او مش اسباني اسبانيا هتلاقي اي بقى دولة من دول امريكا اللاتينية لكن تمام انا عن نفسي بدرس وبدرس اسباني اسبانيا مش امريكا اللاتينية فاهماني تمام فهمت. ممكن سؤال تاني بس أي حاجة بقى اللي هي هتبقى اللي هي مش كيو اللي هي كو وأو وايه وإيه لما ايه يبقوا ورا بعض هتتنطق كي أو زي كيدو كده. بالظبط ما عدا قلت لكم برضو قبل كده لو لقيتي الاو عليها نقطتين من فوق كده بالعرض يعني هبقى اوريكم هبقى اجيب لكم مثلا قطعة فيها كده دي بننطق الاو عادي يعني مثلا لو لقيت السي والاو ومثلا ايه بس الاو دي كان عليها نقطتين اسمهم ديريسس لو لقيت عليهم نقطتين بالعرض كده بقولها بنطق اليو بقول كوي فاهمة يعني بقول الاو دي تتنطق لكن طول ما هي مش عليها ديريسس بننطقها كي عادي كده فاهمة كأن الاو دي مش موجودة تمام فهمت شكرا. هو انا قلت سي صح لا انا قصدي كيو اللي هي الكودة اللي هي زي كي كده لكن مش سي يعني مثلا في كوال قلنا الاو عادي قلنا كوال مش كل لكن انا قصدي الكو مش السي بيردون ماشي نوميرو 9 ينفع أجاوب؟ قلتي قبل كده مرة. ماشي قولي تاني
طالما محدش عايز يجاوب. اوكي هقول prefieres el verano o el invierno. prefieres ممكن el verano o el el invierno؟ verano. Yes, الverano. ها؟ el verano. هقول prefiero el verano. prefieres el verano. vale. ماشي. número 10 la última آخر واحدة. ممكن أقول اتفضلي. ¿a qué hora vas a la universidad o al trabajo? برافو. Voy a la universidad a las 10 de la mañana. عايش، برافو عليكي. ماشي. الناس اللي جاوبت تمام. الناس اللي ما جاوبتش بقى عايزة أعرف يعني لو حد يعني حابب يتكلم ما جاوبتش ليه، هل في حاجة صعبة أو في حاجة ما خدناهاش أو أي حاجة، يعني عايزة أفهم السبب لو في حد حابب يتكلم يعني. أنا عايزة أتكلم بس عايزة أقول حاجة، أنا نفسي أقرأ القطعة. ماشي. هنقرأها دلوقتي. طب يعني مش حد هيقول أي حاجة؟ معلش هو السؤال بتاع دلوقتي ايه؟ ما كنتش سامعاه كويس. لا احنا خلصنا أصلا الأسئلة، بس بسألكوا اوكي لو تمام. في حد عنده مشكلة في الأسئلة دي عشان أعرف ليه مش بتجاوبوا يعني. اوكي يعني ليه قدامي 20 شخص مفيش مثلا غير كام واحد بس اللي بيجاوب، فعايزة أعرف السبب بس. ماشي، طالما مش حابين تتكلموا عادي ممكن نخش على القطعة. ممكن اقرا. ماشي، بس اقرأي لحد كده، اقرأي بس أول جملة وترجميها لحد اوكي. النقطة. Me llamo María y tengo 21 años. اسمي برافو. ماريا وعندي 21 سنة. ماشي، طب كملي كده لحد النقطة التانية عشان دي سهلة. Vivo con mi familia. Somos 5 personas. Mi padres, mis 2 hermanos y yo. أنا بعيش مع عيلتي. إحنا 5 أشخاص. والدي والدتي وعندي أخين وأنا. برافو. ماشي، خلي حد تاني يكمل. ممكن أكمل؟ اتفضلي كملي لحد النقطة برضه. تمام. Mi nombre de teléfono es mi número. Mi número de teléfono es teléfono. برافو. es 6 3 4 2 7 1 5 9 0 برافو. 0. ماشي. Estudio en la universidad y este semestre كملي. tengo 4 asignaturas. ماشي، تعرفي ترجمي؟ هي بتقول رقم تليفوني بيكون كذا كذا كذا، وأنا بدرس في الجامعة في السمستر يعني. ولدي 4 اللي هو assignments، مش صح؟ بصي لا asignaturas يعني مواد. ماشي. اوكي. هنطقلك بس الجملة تانية عشان تنطقيها صح. مي نوميرو، احنا قلنا المقطع اللي عليه اسنتو هو اللي بيبقى مسترس عليه اكتر. نوميرو، فهنا الاسنتو على الاو فبنقول نوميرو، مش مثلا نوميرو، لا نوميرو. ماشي. دي تليفونو، برضو انا حطيت ستريس على الاي التانية، تليفونو مش تليفونو. تليفونو. vale. بالظبط. استوديو en la universidad. universidad مش يوني، عشان في ناس كتيرة وهي بتبعت تاسك قالت يوني، لا universidad. y este semestre tengo 4 asignaturas. ¿Vale? Vale, gracias. de nada. la siguiente. حد تاني؟
ممكن أقول اتفضلي. voy a clase de lunes y viernes. Ya paso unas 2 horas cada día estudiando en casa. ماشي، عارفة أي حاجة في الجملة دي معنى؟ عارفة فيها حاجات. قولي طيب. اللي هو أنا عندي حصص من يوم الاثنين ليوم الجمعة، وفي واللي هي دوز ساعتين، وفي ساعتين بدرس في البيت. برافو. صح؟ هو أيوه. برافو عليك. هو بيقول ان هو بوي ا كلاسي دي لونس ا فيرنس، يعني عنده الدراسة من اللونس من الاثنين للجمعة. أيوه. وبيقضي أيوه ي- باسو. أيوه صح. باسو اللي هو بيقضي يعني باسو أيوه. اوناس دوس اورس، حوالي ساعتين كل يوم. كادا ديا يعني كل يوم، كادا يعني كل. بالي استودياندو ان كاسا، بيذاكر في البيت، بيقضي ساعتين كادا مذاكرة في البيت. كادا ديا. كادا ديا استودياندو ان كاسا. بالي. تمام. بالي. جراتي. ممكن أقول نعيدك. قلتي قبل كده لأ؟ ما قرأتش لا قبل كده. ماشي اتفضلي. Mi cumpleaños es el 10 de julio y siempre lo celebro con mis amigos. ماشي، تعرفي ترجمي؟ عيد ميلادي 10 يوليو. مم. أنا مش فاهمة الجملة اللي بعدها اللي هي سيمبري. بس الباقي بحتفل بيه مع أصدقائي. بحتفل تمام. بيه مثلا مع أصدقائي في سبتمبر، ولا دي مش أصلا لا، سبتمبر؟ سيمبري يعني دائما. تمام. يبقى أنا هي عيد بتقول ميلادي 10 يوليو بحتفل بيه مع أصدقائي دائما. برافو. Mi cumpleaños es el 10 de julio y siempre اللي هي دائما lo celebro con mis amigos، بحتفل بيه مع عائلتي. هي لو دي كده اللي هي الضمير اللي هو بحتفل بيه، لو سيليبرو. تمام، بس دي لسه يعني مش المفروض تاخدوها دلوقتي لان هي متقدمة شوية. كون ميس اميجوس. تمام. اللي بعده حد تاني، حد ما أنا أقول أنا قرأش. ماشي أنا اتفضلي. ما قرأتش. ماشي ماشي. Los sábados normalmente, sorry. صح. Los sábados normalmente voy al cine y los domingos descanso con mi familia. ماشي، تعرفي ترجميها؟ أيام السبت مم. في العادي مم. بذهب للسينما وأيام الحد مش عارفة descanso دي يعني إيه. ماشي. كنت يعني ببقى مثلا مع عائلة. هو ديسكانسو يعني يستريح، ياخد راحة كده، بريك. أيوة أوكي. جاية من البربو ديسكانسار. تمام. لو تلاحظوا يعني لو في حد فيكم ركز هتلاقوا كل الأفعال اللي آخرها أو كده متصرفة مع يو. يعني احنا كده في البريسنت، أنا محطتلكوش أي أزمنة في أي يعني في أي ماضي أو في كده، كلها بريسنت. فاحنا قلنا إن في أي زمن بريسنت بيبقى البربو اللي متصرف مع يو كله بيبقى آخره أو، يعني باسو، ديسكانسو. ايه تاني؟ لا لسه دي هنقرأها. بيبو، يامو، وهكذا. تنجو، يعني دي بيبقى متصرفة مع يو، بتبقى بقى جاية من البربو. مثلا ديسكانسو جاية من ديسكانسار، وهكذا. فاهمين الفكرة؟ الحمد لله. بالي. ماشي. احنا قرأنا دي. تمام. عايزة بقى آخر جملة حد يقرأها. دي ممكن أقرأ أنا. اتفضل. تمام. بس هي جي تبتدئ جيم ولا خاء عشان أكون متأكد. احنا قلنا ان الخي لما بيجي بعدها A أو E بتنطق خاء، صح؟ تمام. تمام. فكده تنطق generalmente. generalmente me levanto a las 7. levanto. levanto a la a levanto las بالفي. لا levanto levanto صح؟ correcto. a las 7 7 de la mañana. de la mañana مش de la دو. mañana. تمام. عشان بس كنت بتعلم فرنساوي واضح التأثير. de la mañana
y ma accosté صح؟ a las 11 لأ ثواني 11 11 sí. de la noche. تمام، تعرف تترجمها؟ أنا عادةً أنا لسه مترجمها من شوية، بس على ما أظن هي كانت أنا اللي هو إيه، عادةً أستيقظ من 7 لغاية أنا صراحة نسيت الترجمة، بس نسيت عادي لو الترجمة. انت قول لي الحاجات اللي انت عارفها والباقي مش مشكلة نترجمها. تمام، هو اللي أنا كنت فاكره اللي هو أنا استيقظت الساعة 7 تمام، إمم. بس بقية الجملة بصراحة مش فاكر، بس على ما أظن إن هو بينام الساعة 11 ما بعد آه. الليل يعني، صح؟ أيوه. هو بيقول تمام. generalmente عامةً يعني هو me levanto هو بينام الساعة 7:00 ص de la mañana y me acuesto بيخش ينام على الساعة على 11 de la noche على الساعة 11 بالليل كده، تمام؟ بُصّوا يا شباب هاقول لكم كده hint أو تلميح في أفعال في الإسباني بتبقى اسمها أفعال reflexivas يعني منعكسة، هي بتلخبط شوية، فبرضه هي مستواها متقدم، فمثلًا me levanto لو أنتم تاخدوا بالكم levanto مش جاي لوحده، جاي قبليه me فالverbo ده بيبقى على بعضه هو كده بيتاخد بالme بتاعته، يعني ما ينفعش أقول levanto a las 7 de la mañana لازم أقول me levanto لأن الverbo قبل ما يتصرف كان levantarse كان اسمه levantar آخره AR بس فيه se في الآخر، الفعل ده بيبقى اسمه reflexivo أو منعكس، فأمّا بنيجي نصرّفه أنا مصرّفاه مع you فهاقول me levanto عايزة أصرّفه مع to هاقول te levantas. te levantas يعني باصرّف الverb نفسه باصرّف اللي هو الضمير ده الpronomen اللي جاي معاه، فمثلًا ده واحد من الverbos اللي هي المنعكسة اللي هي levantar هو اسمه levantarse مش levantar بس، فلمّا بنيجي نصرّفه بنقول me levanto يعني أنت لو عايز تقول أنا باصحى الساعة 7 ما ينفعش تقول levanto بس لأ me levanto a las 7 de la mañana برضه me acuesto نفس الكلام. تمام دي يعني إحنا مش هنتطرق ليها أوي بس أنا باوريكم يعني إن ده بييجي هو كده لازم بييجي مع بعض هو ده الفيربو كده هو كده أصلًا هو شكله كده ما ينفعش ييجي من غير ما وهي أفعال بتتحفظ ما لهاش قاعدة معينة فاهمني؟ حد فاهم حاجة؟ فاهمين تمام. تمام عايزة حد بقى يقرأها لي على بعضها. أقول؟ أنتِ قُلتِ قبل كده؟ عايزة حد ما قالش قبل كده دي قراية يا شباب يعني سهلة. حد ما قالش قبل كده نشوف يمكن في ناس لأ خلاص حد ما قالش قبل كده يقول. طيب اللي كانت عايزة تقرأ تقرأ. Me llamo María y tengo 21 años. Vivo con mi familia. Somos 5 personas, mis padres, mis 2 hermanos y yo. Mi número de teléfono es 6 13 4 3 يعني 13 4 27 15 9 0. Vale. Estudio en la universidad y este semestre tengo 4 معلش ممكن تقرأيها؟ asignaturas. Voy a clase de lunes a viernes y paso unas 2 horas cada día estudiando en casa. Mi cumpleaños es el 10 de julio y siempre lo celebro con mis amigos. Los sábados normalmente voy al cine y los domingos descanso con mi familia.
آم، gener- gener- generalmente, generalmente. generalmente me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. vale برافو عليكي. حد تاني عايز يقرأها كاملة؟ يا شباب حد تاني عايز يقرأها كاملة؟ حد مش واثق في القراءة بتاعته وعايز يقرأ نشوف؟ لو حد عنده مشكلة في الأرقام مش عايز يقرأ البرفو عشان الأرقام فعادي يعني مش مشكلة. طيب احنا كده خلصنا التاسك والبرفو أو القطعة دي، فحد عايز يسأل أي سؤال؟ بس سؤال بالنسبة في شوية كلمات بيكون مثلا فيها اللي هي العادي يعني بيكون بدايتها حرف ال تمام، وفي الوسط برضه بيكون فيه دبل ال تمام. أنا مثلا كواحد مثلا هو مش بنت حرف ال كويس أو أبدأ فيه حاجة بسيطة تمام، فأنا ما أعرفش مثلا إن أنا أدوس فيها بشكل قوي مثلا زي العادي مثلا تمام، فده مثلا بيفرق ولا عادي في الموضوع ده؟ يعني مثلا زي كلمة ايه؟ طيب انت قابلتك كلمة مثلا صعب نطقها عشان فيها ار؟ هو عامة هو أي كلمة مثلا فيها ال فعلا بيبقى مش نوتي، بيبقى زي حضرتك بالظبط يعني. ايوه بس اظن عادي يعني بتبقى باينة الكلمة هي انت قصدك تقول ايه، مش لازم تقولها بالظبط يعني مثلا كلمة بيرو اللي هو كلب هي فيها دبل ار اللي هي يعني دبل ار، فمثلا بيرو فانت لو قلتها حتى لو الدبل ار مش باينة قوي فانت باين انت عايز تقول ايه، فاهم قصدي؟ فاهم. بس تمام شكرا. حد عنده سؤال؟ حد في حاجة كانت واقفة معايا مثلا لو في حد في الأسبوع ده فتح مثلا أي حاجة وذاكر أي حاجة وحاجة وقفت معاه، في حد عنده أي سؤال؟ مش حد عنده؟ خلاص ماشي. طيب احنا كده خلصنا. أي حد بيذاكر طبعا في أي وقت مش محتاجة أقول لكم يعني لو حد أنا آسفة صابرين كانت المايك مقفول ليها يبعت لي يعني لو حد عنده أي سؤال يبعت لي عادي مفيش مشكلة. أنا كنت عايزة أقرأ الموبايل قصدي النت كان فصل عندي فلما جيت أدخل تاني المايك مشتغلش. خلاص ماشي استني. لو كده ممكن أعمل ريكورد وأبعتهولك عادي. خلاص ماشي تمام اللي انت عايزاه. ماشي ماشي يا شباب أنا كده خلصت. تشاو.